هل تعلمون أن أول قبيلة أعلنت استقبالها للنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اليمن وأهل همدان؟ فقد كان يطوف على الناس في موسم الحج فوجد رجلا من أهل همدان فقال له: هل عند قومك من منعة، أي عندهم قوة واستطاعة أن يؤووني ويحمونني؟ قال: نعم. ثم جاءه الرجل خشي أن قومه يخفروه ولا يوافقوه فقال: آتيهم وآتيك من العام القادم. فرجع إلى قومه فأعلنوا قبولهم واستعدادهم، فجاء من العام القادم ليخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء وقد سبقه أيضا أهل اليمن من الأنصار ممن كان في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.